بنقول للناس ارجعوا لاصلكم ودوروا على الحاجه اللي هي ما فيهاش مرض. انا وليا كان عندي 70 سنه وبشتغل فيها والله، انما دلوقتي لا انا ولا عيالي وطالعين على تكاتك يمسكوهم ويبهدلوهم. لو كان حاجه زي دي كانوا اشتغلوا. امال فين السبب بتاع زمان؟ وفين المشنه بتاع زمان اللي كنا بنحطها تحت السرير ويتني العيش فيها بالاسبوعين والثلاثه ما جرالوش حاجه؟ النهارده نحطه في الشنطه البلاستيك مسافه ساعه يعفن. ليه بنقلد الغرب في كل حاجه؟ كله جرب الثبت ده يتحط فيه سنه ما يجرالوش حاجه، والله ما يجراله حاجه وريحه الحاجه تبقى حلوه. ماله الثبت اللي بتاع زمان اللي هو البلدي، حطه تحت السرير علق فيه في البلكونه شكله جميل، لكن احنا خلينا نبص لبره وفي الاخر عملنا ايه؟ كلنا بقينا امراض وعيانين وتعبانين من ايه؟ عشان نقلد الناس اللي بره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده موضوع حلقتنا النهارده. عايز تعرف حضرتك ايه الحكايه؟ تابع معانا واكيد هتعرف اصل الحكايه. الحاج منير زي ما حضراتكم شايفين، هذا الرجل يمتلك صنعه حرفيه تورثها من اجداد الاجداد. هذا الرجل النهارده زي ما حضراتكم شايفين المكان المفضل ليه اثناء القيام بمهام صنعته الحرفيه وجوده امام باب منزله، وقاعد قعده جميله. اللي رايح والجاي ازيك يا حاج عامل ايه، ده بيلغيه وده بيلغيه، وقاعد جميل جدا وراضي كل الرضا عن هذه الصنعه الحرفيه اللي طبعا سبب رئيسي في تربيه اولاده، سبب رئيسي في استكمال مسيرة حياته مع بيته، وراضي كل الرضا عن الصنعة دي. الصنعة دي لما جينا نتكلم فيها أنا بتكلم من منطلق جهة أو موضوع مهم جدا. احنا دايما بدأنا نبعد عن الحاجات الربانية اللي طلع نبت من الأرض بتكون آمنة علينا وعلى أولادنا، إذا كان في طعام أو في خبز أو في أي حاجة. الصنعة دي يمكن الغابة أو البوصة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة دي بتبقى طالعة كده على جسور الترع والمصارف. دي حاجة طالعة نبت كده عشوائي، الناس بتبدأ تقطعه وتجففه بشكل معين، ويبدأ يتعامل مع البوصة دي الحاج منير. يبدأ يتعامل معاها بالطرق الحرفية بتاعته عشان يخليها طرية جدا في ايده. يبدأ يفتحها كده، البوصة بيطلع منها اكتر من 4 أطراف ولا 5 أطراف، بيبدأ يغزل بيهم الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، من ثبت من مشنة، حاجات جميلة بيصنعها من خلال الصنعة الحرفية الجميلة دي. الراجل بيقول كلام من ضمن الكلام، أنا مش عايز أعيد الكلام اللي الحاج منير قاله، إن بيقولك أنا عايز أجيب رغيف خبز أحطه في ثبت زي ده أو مشنة من دي، وحط رغيف الخبز في أي إناء آخر تبع أي صنعة أخرى بديلة، وسيب ده يومين وسيب ده يومين، هتلاقي الفرق واضح. الحاجة اللي اتحطت هنا عملت إيه، والحاجة اللي اتحطت فيه حاجات بديلة عملت إيه. هتلاحظ فرق كبير جدا. الحاجة دي مفيش أي حاجة اتغيرت فيها من طعم لريحة لعفن لأي حاجة، هتلاقيها بطبيعتها، لأن حاجة طالعة من موارد طبيعية وناس اشتغلتها، ما دخلتش فيها أي حاجة صناعية على الإطلاق. ولكن الخبز ده أو أي طعام آخر لو اتحط في أي حاجة بديلة من الصناعات الأخرى، بالتأكيد أقل من 24 ساعة هتلاقي كل حاجة اتغيرت فيها.
ده كان موضوع كان لازم نلفت نظر أهالينا ليه. وقبل ما نعمل تقرير مع الحاج منير، عايز ألفت نظركم إن الراجل بيساهم في الليالي الجميلة الرمضانية واحتفالات رمضان بعمل فوانيس رمضان من الغابة دي، من البوصة دي، وبيطلع شكله جميل جدا. مهنة من ضمن المهن اللي المفروض محدش يتجاهل هذه المهنة اللي الناس بتشتغلها بموارد طبيعية. نشوف تقرير مع الحاج منير وراجعين لحضراتكم تاني. بيك يا حاج منير. مرحبا سعاده الباشا، نورت. الله يخليك. احكي لنا بقى ايه موضوع البوصه والغابه، وبنقدر نصنع من احكي لي الموضوع ده. بنصنع من البوص ده اثبات وجميع الاشكال. بس الصنعه زي ما قلت انت حضرتك بدات تنقرض، مش عشان الصناعيه. الصناعيه موجودين وكل حاجه. بس قله البوص ده هو اللي مخلي كل واحد يقرب. زي ما قلت لك في الاول، دي من مخلفات البوص. ده ايه؟ تمام. لا مفيش. الكراكات بدات، انت بتقول البلاستيك بقى بديل، هو مش بديل. البلاستيك ده لاقي ترويج من جميع الجهات. الحكومه بتساعده وبتاع، والمستثمرين وبتاع، ومصانع وناس معاها فلوس. حطوا في البلاستيك سبت اكل لمده يومين اتنين تلاقيه يغير. انما السبت ده لو حطيت فيه اكل لمده شهر ما بيغيرش. فالناس ما بقتش تعرف طعم حنكه من ايه، بقى ياكلوا دليفري. انما لو هم بياكلوا من العيش البتاو كانوا يعرفوا ان ده طعمه اتغير او ما اتغيرش. يعني في حاجات مصنوعه من ممكن نشوف اي حاجه منهم؟ اهو حتى الراجل بتاعنا هات يا عبد اي حاجه من عندك كده بعد اذنك. طبعا دي حاجات طبعا ايه، ده من ضمن الحاجات المصنعه برضو من دي. وايضا يعني عايزين نقول ان ده مصنع من البوص، ده بيعتبر. طب انا عايز اسال سؤال النهارده. وده برضو حاجات. الله ما شاء الله. يعني عايزين بس كفايه. لا كفايه كده خلاص كده زي الفل. يعني لو انا عايز اتكلم النهارده الاقي النهارده الحاجات دي موجوده. يعني لو انا جبت مثلا رغيف خبز وحطيته هنا شهر، ولو حطيت نفس الرغيف في طبق بلاستيك 24 ساعه يغير. سبب ايه السبب؟ دي مخلفات كلها. مخلفات ما تعرفش ايه مصدرها. يعني نقول ده طالع من طبيعه. ده في بلاد باكملها. يعني في بلاد هنا في المحافظه باكملها صنايعيه بدأوا يبطلوا من قله البوص وعدم السحب. واللي بيشتغل 50% او 20% او 10%. ما هو ما فيش. اتكلم معاك انت بقى. اتفضل. النهارده كنت انا الموسم اللي فات شفت فوانيس لرمضان متعلقه بالكلام ده معايا. احنا داخلين على مقتبل شهر كريم. هل يعني فيه طلبيات بدات تنطلب منكم بالنسبه للفوانيس والحاجات دي؟ هو من قله السحب على السلع اللي احنا بنشتغل فيها ديت. خدت بالك؟ بندور على اي باب تاني من نفس الصنعه بتاعتنا ان احنا نعمل منه شيء نرزق منه. وبرضه شيء جميل من سلعه طبيعيه وحاجه طبيعيه وحاجه جميله. والناس والناس والاضاءه طالعه بشكل كده. والناس بدات برضه تتجاوب معانا وبداوا السحب عليه كويس و100 وبيعوضنا ان قله السحب في الصنعه اللي احنا بنشتغل فيها دي. طب النهارده يا حاج منير لو جينا نتكلم من 20 سنه فاتوا او 10 سنين فاتوا للنهارده، هل الصنعه النهارده بنفس قوتها من 10 سنين او 20 سنه؟ لو هي بتقل مع الصنايعيه. ما هو الصنايعيه كنا احنا مثلا بيت زي بيتنا ده في 3 4 اولادي بيشتغلوا. دلوقتي ما فيش الامكانيات ان اطلع اجيب لهم بوصه. واحد عنده 73 سنه اطلع الف على الجسور مش هعرف اجيب. لا طبعا. نعم. فكل عيل بيشوف مصيره بقى. وانا لوحدي اللي بقعد اقول كفايه ان انا اجري اجيب على قدي وخلاص. تمام. انما لو في البوص ده والكراكات ما بوظوش هشتغل، وابني هيجي من الشغل هيلاقي بوص هيقعد يشتغل. تمام. والدليل على كده مثلا يعني في ناس اللي هي بتصدر الحاجات الزراعيه ما تصدرش ببلاستيك. يعني التوم، موسم التوم اهو احنا قرب. التوم ده جميع المستوردين او اللي بيصدروا ما بيصدروش الا في الاسبات دي. يعني احنا كل سنه ايه السبب بقى؟ ان هو ما بيبوظش الحاجه اللي في قلبه.
يعني فيه تهويه وما بيبوظش الحاجه وريحته ما بتغيرش. يعني بيتعبى التوم وبيسافر زي كان يتعبى بكونتينر ويسافر في المركب ويروح اخر الدنيا ما بيتغيرش. انما البلاستيك مجرد، والبلاستيك لو وقع على حاجه جامده بيروح معمول مكسور. ده ممكن يقع من اخر الدنيا احجبه يرجع. نقول الحاجه اللي هي الطبيعيه اللي مخلوقه من طين، وكلنا مخلوقين من طين، بعد منها ما فيش كلام. يبقى بندي توعيه لاهالينا النهارده ان البوصه اللي طلع منها الحاجه الجميله ده انسب حاجه حافظه لرغيف الخبز او طب رساله بقى اخيره الحاج منير بيوجهها لاهالينا تقول لهم اقول لهم ارجعوا لاصلكم. ارجعوا لاصلكم، وللعيش البتاو اللي كنا بناكله والعيش القمح والطعميه ما نقلدش الناس الغرب. او احنا بنقلد تقليد اعمى. وبعد ما شفتم حضراتكم التقرير ده، الحاج منير اتكلم، ابن الحاج منير اتكلم، اخت الحاج منير اتكلمت. الناس بتتكلم وبتقول الصنعة دي بدأت تنقرض نظرا لان ما بقاش فيه موارد طبيعية موجودة بكثرة زي البوص وزي الحاجات الجميلة دي. يا ريت احنا بنتقدم، وقد ما احنا بنتقدم وفيه تطور، بس فيه تطور من الامراض بتلازمنا، لان بدأنا نبعد عن الموارد الطبيعية اللي هي من خلق الله. ده كان تقرير كان لازم ننزل بيه وبالاصول وبنوصله لاهالينا اهل الاصول. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.